يلا بينا ننزل طريقة تخزين الطماطم. ده الوقت الصح بتاعها، لان هتلاقي الاسعار رفعت جدا. كنت نزلت لكم بوست قبل كده وقلت انزل لكم الطريقة. بنجيب كمية الطماطم اللي احنا عايزينها. انا هنا جبت عداية بتبقى تقريبا من 25 ل26 كيلو. جبت الكيلو ب10 جنيه، يعني عاملة 250. حاليا الكيلو بيتباع ب15. اول حاجة غسلتها وبدأت انشفها وحطيتها في اكياس زي ما انتوا شايفين. بحطها في الفريزر وباخد منها حسب الطبخة اللي انا بحتاجها. تمام. الباقي بقى عملت حلتين كبار غسلتها، وهعمل واحدة للمحشي. دي اللي انا عملتها للمحشي، اتسلقت وبعدين ببدأ بالهاند بلندر ان انا اضربها. وانتوا بتسلقوها حطوا معاها نص كوباية مية او كوباية مية. وخلوا النار عليها متوسطة. تمام، لحد ما تحسي القشرة بتاعتها اتهرت. ببدأ احط نص ازازة من الزيت، ومعايا حوالي كيلو ونص بصل او 2 كيلو فرمتهم. حسب كمية الطماطم اللي عندك. انا حسيت 2 كيلو كفاية قوي على الحلة الكبيرة دي. هبدأ بقى ان انا اضيف البصل. دي الحلة دي انا ما صفيتهاش، زي ما هي كده ضربت بالهاند بلندر. وبعدين حطيت البصل وحطيت التوابل بتاعه المحشي، كمون، كزبره، فلفل اسود. حطيت ملح بس، يعني ما حطيتش ملح كتير. الحله التانية اتسلقت بس صفيتها بقى. عملت منها الاكياس كده البيوريه زي ما انتوا شايفين. يبقى كده العادية بتاعتنا عملنا تسبيكة للمحشي اللي هي دي، وعملنا تسبيكة عادية خالص، وسيبنا الطماطم فروزن. اعملوا بقى الحجم زي ما انتوا عايزينه، صغير كبير زي ما انتوا تحتاجوا. متنسوش اللايك.